يعني ايه محفظة عقارية؟ وازاي بتتبني واحدة واحدة؟ لما عميل بيشتري شقة ده اسمه شراء، لكن لما نفس العميل يفكر ويقول انا عايز كل سنة ازود اصل، وكل اصل يجيب لي دخل ادور بيه على اصل جديد، ده كده اسمه بناء محفظة عقارية. طب يعني ايه اصلا محفظة عقارية؟ هي مجموعة اصول عقارية بيملكها شخص او شركة بتخدم اهداف معينة، زي دخل شهري، تنويع مصادر الربح، تأمين مستقبل، توازن مالي، أو ببساطة ثروة حقيقية تكبر مع الوقت. والمحفظة مش لازم تبدأ كبيرة، ممكن تبدأ بوحدة واحدة ذكية. شخص اشترى استوديو تحت الإنشاء ب500 ألف، دفع مثلا 50 ألف دفعة أولى، سنة ورا سنة قيمة العقار زادت، أجره، بدأ يجيب له دخل شهري، جمع الدخل، زود من نفسه، دخل مشروع تاني، وهكذا. دي كده اسمها محفظة، بس بتتبني زي السلم مش بالقفز. ازاي تتبني المحفظة دي صح؟ تعال نحط خطة من 3 مراحل. المرحلة الأولى الدخول الذكي، تختار مشروع، تسليم مضمون، خطة دفع مرنة، إما تأجر أو تبيع بعد فترة وتكسب. الهدف انك تبدا باقل راس مال واقل مخاطره. المرحله الثانيه التدوير، الدخل اللي جالك من الايجار او الربح من اول بيع تحطه في مشروع تاني، تدخل شراكه، تستخدم تمويل، او تبدا خطه جديده. هنا المحفظه بتكبر من اصل واحد لاصلين او 3. المرحله الثالثه ودي اهم واخطر مرحله هي التوازن، تنوع في انواع العقارات، شقه للايجار الشهري، واحده شورت تيرم، مكتب او وحده تجاريه، وتنوع في المناطق، واحده في منطقه قديمه مستقره، واحده في منطقه متوسطه، واحده في منطقه لسه ناشئه او جديده. الهدف لو دخل من دول اتأثر الباقي بيعوض. ازاي الوسيط يستفيد من الفكرة دي؟ لما تفهم يعني ايه محفظة عقارية هتبدأ تبيع بعقلية استراتيجية مش صفقة. هتقول للعميل مش عايزين نشتري اي حاجة وخلاص، هنشتري مشروع نبدأ بيه ونبني عليه خط. انت مش بتبيع شقة، انت بتساعده يحط اول طوبة في ثروته، وده بيخليه مش بس عميل، ده بيبقى شريك مدى الحياة. واهم حاجة انك انت كوسيط تبقى فاهم اللعبة دي. لما تشرحها صح العميل بيشوفك بنظرة تانية خالص، ده شخص فاهم مش بيسوق وبس. في الحلقة اللي جاية هندخل أكتر في تفاصيل العقول المختلفة، يعني إيه استثمار طويل الأجل، ويعني إيه استثمار قصير الأجل، وإمتى اشتري وإمتى بيع على حسب الهدف. تابع السلسلة، لأن المحفظة العقارية مش بس رفاهية، دي خطة حياة.